الخوذ وتجري الجمهور قدامها، يعني برضو ما عرفتش السبب. هل حصل هكون صريح معاك. اتفضل. هكون صريح معاك وصريح مع الناس. طبعا. اتفضل يا كابتن نادر. لا بسمعك. يعني هكون صريح معاك واكون صريح مع الناس. احنا عارفين ان الجماهير بعد ثوره 25 يناير بتوجه على طول، يعني اقول لك ايه، بتوجه سباب او بتوجه الفاظ ضد الرموز النظام السابق، سواء لوزير الداخليه السابق او الرئيس الاسبق. لكن ده مش جديد، ده مش النهارده، ده موجود بقاله اكتر من حوالي 6 شهور او 7 شهور. لكن ايه الجديد النهارده ان يحصل التعدي على جمهور الاهلي وجمهور الالتراس بهذا الشكل؟ احنا كنا موجودين في المدرجات او مقصوره الصحافه والاعلام، شفنا المشهد. حصل استياء بشكل كبير جدا، وكأن المنظر مش بيجروا ورا بني ادمين. كان المنظر كان مسيء جدا للجماهير، وكان مسيء جدا لجماهير مصر. ضرب بالعصيان، امن المركزي واخد قرار. الجماهير نفسها كانت عارفه اللي هيحصل، جريت بشكل كبير جدا عقب اطلاق صافره النهايه، وقدناها عارفه اللي هيحصل. لكن انا شايف اللي حصل ده مش جديد. تلك الالفاظ او تلك الرموز اللي كان بيتم الاساءه ليهم الفتره اللي فاتت، ده مش جديد. ده بيتم بقاله مش رموز محمد، هم مش رموز، هم ناس عاديين جدا، ناس من الشعب المصري اذنبوا في الشعب، والشعب كلفهم مسؤوليه، وهم اهانوا الشعب واهانوا مصر والمصريين. فدول مش رموز. الرمز ده بيبقى يعني واحد او حد عمل فعلا قيمه كبيره جدا في الرياضه او ان كان المجال نقول عليه رمز. فالنقطه اللي انت النقطه بتتكلم فيها نقطه مهمه جدا، واعتقد ان هي نقطه، يعني احنا في ماتش كوره، هي مش في حرب. كون ان الجمهور بيعبر عن حاجه معينه زي كل المصريين ما بتعبر ان هي زي ما اتهانت بتهين، فده ما يدعيش ابدا. ولان هم لسه ما زالوا عايزين يحفظوا كرامه حبيب العدلي او كرامه حسني مبارك او كرامه واحد من الناس اللي نهبوا وسرقوا واهانوا الشعب، يعني فده شيء غريب الحقيقه. يعني فاعتقد يعني كابتن نادر السيد، انا عايز بس اوريك كابتن نادر، انا عايز اوريك مشهد. ده واحد من الجماهير الاهلاويه اللي كان موجود في مدرجات ملعب استاد القاهره الدولي، والدم نازل عليه، جاي هنا لغايه مكان مقصوره الصحافه والاعلام، بيوري الناس اللي حصل مع جمهور الاهلي او تحديدا جماهير الالتراس. الاحداث اللي حصلت كانت احداث مسيئه جدا. وعايز اقول لك كابتن نادر كمان، ما حدش كان يتوقع ان كان ممكن ده يحصل النهارده. محمد بعد شايف واحد من افراد الجماهير عصبي ومتحمس جدا. اتفضل محمد ممكن تكلمه لو تقدر، عندك الامكانيه في انك انت تتكلم معاه عشان نعرف هو في جزء الحدث. انا يعني هحاول اجري معاه لقاء، بس انا شايف زي ما يكون الدم متساقط عليه والجميع حاولوا، بس انا هحاول اجري معاه لقاء. يعني صعب جدا كابتن نادر، زي ما انت شايف احنا موجودين جوه منطقه داخليه خاص بالميكروزون، يعني لو صعب جدا اطلع بره. لو حد بيساعدك، بس لو حد بيساعدك هو يجيبه لغايه قريب من الباب اللي انت واقف عنده وتقدر تتكلم معاه. بس